السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام. فيديو جديد والنهارده معانا ريفيو عن طبعة حلوة وجميلة وعملية جدا في السوق المصري. الطبعة دي متوفر منها استيراد خارج. أنا النهارده إن شاء الله هعمل لكم ريفيو عنها وعن مواصفاتها وعن تشغيلها وعن هناخد نبذة عن الطبعة وإذا كانت تنفع معانا ولا ما تنفعش معانا كبيت كشغل. هنشوف الحاجات دي كلها في الفيديو، ما تروحش في حتة تانية، استناني بعد الانترو. يلا بينا. اهلا بكم، رجعت لكم من جديد وتعالى بقى خش معايا كده نعرف الطبعه اللي معانا النهارده. سامسونج اس ال ام 3820 ان دي. ومعنى ان الطبعه ان دي فهي بتدعم النتورك والدوبلكس اللي هو الطباعه على الوجهين، والنتورك ده بنستخدمه علشان خاطر ان احنا لو هنطبع من على موبايل او هنطبع من خلال الكابل النت او الواي فاي زي ما بنقول، بس بدل ما يكون فيها خاصيه الوايرلس بيبقى فيها النتورك ان احنا بنشبك الموبايل عن طريق كابل ما بين الراوتر وما بين الطبعه. يبقى اول ميزه معانا في الطبعه بتاعت النهارده ان هي بتدعم النت، يعني بتدعم الطباعه من على الموبايل. ده اول حاجه. تاني حاجه ان الطبعه اللي معانا بتيجي فيها دوبلكس، والدوبلكس معناه الطباعه على الوشين، يعني هتوفر ورق اكتر لو انت بتطبع ملازم او مذكرات لاولادك، يعني تنفع معاك كاستخدام شخصي في البيت. طيب الحاجه اللي بعد كده ايه؟ تعالى هنا، ده الدرج بتاع الحباره، ومعانا الحباره بتيجي من النوع السامسونج ام ال 203 والحباره اللي فيها 203 ال. ده مكان الحباره وده درج الحباره. والحباره اللي معانا النهارده بتعمل معانا 6000 ورقه طباعه، يعني تقدر تطبع على الحباره فيما يعادل من 5000 ل 6000 ورقه، على حسب بقى انت بتطبع ايه، جداول، بتطبع كتابه بس، المذكرات بتاعت الاولاد والكلام من ده، يبقى ان شاء الله هتطبع معاك لحد 6000 ورقه. طبعا سعر الحباره مناسب جدا لعدد الورق اللي بتطبعه، وكمان فيها خاصيه الشريحه، يعني الطبعه اللي معانا النهارده بتدعم الشريحه او بيكون فيها شريحه. طيب شريحه الحبر ديت حاجه تعيب المكنه؟ لا، هي الحاجه دي ما تعيبش المكنه، ده هي مجرد ان هي بتديك اليرت ان الحبر قرب يخلص. طب في حل للموضوع ده؟ طبعا في حل للموضوع ده، ان احنا ممكن نلغي الشريحه خالص من على الطبعه والطبعه تشتغل بعد كده من غير شريحه، بس ده بيبقى بتكلفه اضافيه. طيب الميزه اللي بعد كده معانا ايه؟ الميزه اللي معانا بعد كده ان الطبعه بتيجي معانا باتنين درج. ده الدرج التري 1 او درج بنسميه درج المانوال، بياخد معاك لحوالي 50 ورقه، في حين ان الدرج ده بيكون عطلان. وده الدرج الاساسي بتاع الطبعه وبياخد معاك حوالي 350 ورقه. طيب طبعا الطبعه اللي معانا بتيجي ميزه فيها ان هي بيكون فيها شاشه او شاشه اعطال ولمبه اعطال، فبالتالي ان انت اي عطل بيكون على الطبعه او بيكون في الطبعه بتعرف اذا كان العيب في الطبعه في المكان الفلاني، فممكن تتواصل مع المهندس اللي انت بتتعامل معاه، او ممكن تدخل على النت تشوف العطل فين وممكن تصلحه بايديك. بالنسبه لصيانه الطبعه، صيانه الطبعه سهله جدا وتعتبر اعطارها قليله جدا جدا جدا. طيب لو احنا عايزين بقى نطبع تيست بيج، هنضغط على زرار المنيو ديت وبعد كده هنختار كلمه انفورميشن، وبعد كده هنختار الديمو بيج عشان نشوف برضو الطباعه على الدوبلكس بتبقى عامله ازاي، ونقول له يس كده. هتبدا الطبعه تقوم معانا وهتبدا تطبع الدوبلكس اهوت. تمام، ادي الوش الاولاني بتاع الدوبلكس وبدات تاخد الورقه مره تانية وترجع لي الوش التاني بتاع الدوبلكس زي ما انتم شايفين. بالنسبه للموديل اللي معانا ده، اللي هو ال 3820 فبيجي معانا بسرعه 40 ورقه في الدقيقه اهو زي ما انتم شايفين. ده بالنسبه لسرعه المكنه اللي معانا. طيب احنا عايزين نعمل تيست فيديو ونشوف عداد الطبعه، فهنضغط برضو منيو وبعد كده انفورميشن وبعد كده هنجيب اليوز كاونتر. طبعا ديت العداد بتاع الطبعه اللي معانا، والطبعه اللي معانا طبعه 42643 ورقه. ده كان كل حاجه عن الطبعه ال 3820، او ده اللي يهمك في الطبعه ال 3820. او الطبعات السامسونج عموما تعتبر مقاربه لبعضها في نفس المواصفات ونفس كل حاجه.
طيب انا دلوقتي هل العداد يأثر معايا في حاجه؟ اللي اهم من العداد تاخد بالك من حاجتين: السخان وصوت الطبعه ذات نفسها وصوت تروس الطبعه ذات نفسها. ده اهم حاجه في الطبعه او اهم حاجات في الطبعه. طبعا بكر السحب والكلام من ده كل الحاجات ديت مقدور عليها، بس الميكانيكال بتاعها او الشروط بتاعتها لو فيها مشكله او الكلام من ده هيبقى الموضوع صعب شويه. طب بالنسبه لقطع غيارها، بفضل الله قطع غيارها موفرينها وموفرين لها جميع قطع الغيار، بالنسبه كسخان كتروس كمواتير كاي حاجه ان شاء الله، كبكر سحب كحبارات، كل حاجتها متوفره بفضل الله. فده بالنسبه ليك كبيت او كشغل مش كتير قوي، فده خيار جيد وحلو جدا. ده بالنسبه للطبعه ال 3820 ان شاء الله متوفر. الطبعات ديت موجوده عندنا. لو حبيت ان انت تطلب طبعه فما تنساش تكلمني على 010 990 40 736 او على نفس الرقم. ممكن تبعت لي من خلال الواتساب او تسيب لي تعليق لو انت بتتفرج عليا من يوتيوب، او تسيب لي تعليق برضه لو انت بتتفرج عليا من الفيس، او تخش على رسائل الصفحه وتكلمني وان شاء الله ارد عليك في اقرب وقت. انا اخوكم محمد جلال، ولو عاوزت طبعا ما تنساش تكلمني او تسال عن اي حاجه انت حاببها في صيانه الطبقات او الكمبيوتر. السلام عليكم.